بالله عليكي ما توجعي قلبي، بالله عليكي ما تعذبنيش. تعالي. ايوه، خدي عليا عشان اعرف اشيلك واعالجك. لا لا، ثواني ثواني. انا عارف ان في ناس كتير بتخاف من المخلوقات اللي قدام حضراتكم دي، وده شعور انساني طبيعي جدا، وناس بتشتكي من زيادة الاعداد، وسبحان الله طلع لنا حل من الدولة عشان خاطر نسيطر على اعدادهم، والحل ده عبارة عن خطة تطعيم وتعقيم للسيطرة على اعدادهم. ولكن اللي مش طبيعي انك تلاقي بعض الناس للاسف الشديد بتحرض على المخلوقات دي، قنوات تلفزيونية وصفحات على السوشيال ميديا، وبعض الشيوخ للاسف الشديد بيحرضوا على المخلوقات دي. مش كده وبس، لا ده كمان بينتقدوا الناس اللي بتساعدهم. في مشكلة بسبب زيادة الأعداد؟ أيوة في مشكلة بسبب زيادة الأعداد، والمشكلة الأكبر الناس اللي بتستغل الموضوع ده. الناس اللي بتستغل الموضوع ده عشان خاطر تخلي الناس تشتم في بعضها. انا كإنسان طبيعي مش هقبل غير بحلول إنسانية، ولو حضرتك مستعجل وبتشوف طرق تانية كانت بتمشي بيها ناس تانية زمان وما تحلتش المشكلة، فالله يسهل لك، دي حاجة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. المسكينة دي عشان خاطر امسكها من الشارع ومن الخوف مني طلعت تجري، راحت للراجل ده، الراجل اللي بيأكلها، وكان الشاب الجميل ده كان بيساعدني في ان احنا نمسكها. المسكينة تعرضت لحادث، وللأسف الشديد كانت اصابتها اكبر منها، كانت اصابتها محتاجة مساعدة انسان، والانسان ده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى سخره لمساعدة هذه المخلوقات. والله العظيم لو حكيت لك انا قابلت الكلبة دي ازاي انت ما هتصدق. الكلبة دي مشيت 5 مربعات سكنية، مسافة 1.2 كيلو، مشيت المسافة دي كلها وجت لحد باب بيتي عشان خاطر أقدم لها المساعدة. ربنا سبحانه وتعالى خلاها تمشي عشان تيجي قدامي وأشوفها وأقدم لها المساعدة. الحالات اللي زي دي اللي بتتعرض لحوادث في شوارعنا وبتموت من الجوع، وبتتعرض لإصابات من بعض الأطفال، للأسف الشديد إن أنا بقول أطفال، وبعض الناس مش من السهل انها تلاقي حد يساعدها، لان الموضوع متعب جدا فوق ما تتخيل، ومسؤولية كبيرة جدا فوق ما تتخيل. ولكن سبحان الله ربنا قادر على كل شيء، ربنا قادر على رحمة جميع مخلوقاته. نقلت الكلبة اللي قدام حضراتكم دي ووديتها لعيادة محترمة في اسماعيلية، وهي عيادة أرينا. من الواضح من إصابتها ان المسكينة تعرضت لحادث، وللأسف عربية داست على ايديها اللي قدام يمين، وتهشمت تماما جميع صوابعها. الجرح مع الوقت سبب لها غرغرينة في دراعها كامل، وده ألم فظيع لا يعلم به إلا الله عز وجل. والمسكينة اللي قدام حضراتكم دي في بداية الفيديو كانت المسكينة مشيت المسافة دي كلها عشان تدور على لقمة تسد بيها جوعها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلاها تيجي قدامي، ولما حاولت أمسكها خافت مني، أكلت اللقمة وخافت مني وطلعت تجري. ما كانتش تعرف ان انا عايز اساعدها، ما كانتش تعرف ان انا عايز اخفف المها، والحمد لله ربنا وفقني ومسكتها ونقلتها للعيادة. بعد الفحص الاولي كان لازم تعمل عملية، حالتها ما كانش ينفع معاها اي علاج غير العملية. علقنا لها شوية محاليل عشان خاطر نهديها ونجهزها للعمليات. بعد نتيجة التحليل اللي اتعملت وبعد الاشعة اللي اتعملت ليها بقت جاهزة للعمليات. عايزك بس تتخيل احساس الالم اللي كانت حاسة بيه من بعد الحادث، عايزك بس تتخيل ان اللي عمل معاها كده سابها ومشي، ما فكرش في ألمها، ما فكرش في عذابها، ويمكن الله أعلم بظروفه ما عندوش الإمكانية إنه يقف ويساعدها. ولكن بفضل الله عز وجل هتلاقي ناس كتير في مصر بتساعد الحيوانات، ناس كتير في مصر بتساعد إنسان وحيوان، وبتساعد طير ونبات وكل ما من هو محتاج مساعدة حواليهم. فكل اللي بطلبه من حضراتكم وكل اللي بترجاه من حضراتكم، لو مش هتساعدوا المخلوقات دي سيبوهم في حالهم. الحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا ونجحنا ان احنا ننقذ المسكينة دي، نجحنا ان احنا نريحها من عذاب وألم تعرضت ليه لمدة شهور. بعد أسبوعين من إنقاذها فكت السلك، كنا بننضف لها مكان الجرح ومكان السلك اللي اتفك، والحمد لله رب العالمين تم تنفيذ الاستراتيجية فيها، استراتيجية الدولة، التعقيم والتطعيم. واسأل الله عز وجل بنجاح الاستراتيجية دي بأسرع وقت للسيطرة على أعدادهم عشان خاطر نحل المشكلة بطريقة أخلاقية وإنسانية.